أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ربي يسعد أيامكم ولياليكم. أعزائي المتابعين، هسه عندنا الحلقة 19 من الكلمات التراثية العراقية اللي أنتقيها لكم بين حين والآخر من قاموسي للكلمات العراقية. بهذه الحلقة من الفيديو مال التراث العراقي القديم عثرت على كم كلمة ومصطلح عراقي كنا نستعملها ورثناها من أهلنا، وهديها لكم حتى يتعرفون عليها اللي ما يعرفها أو اللي ما يعرف من مصدر مالها، كما ورثناها من آبائنا وأسلافنا، حتى أنتم تعرفون أولادكم على هذه اللغة اللي هي العراق. مو قليل، يسموه عراق لأنه عرق البشرية، وفيه تكونت اللغات الأولى في العالم، وانكتبت أوائل اللغات في العالم، وسجلت عليها قوانين وإلى آخره، وانتقلت شوية شوية وتحولت إلى أن صارت عربية. بالبداية كانت سومرية، آشورية، كدية، إلى أن وصلت إلى الأخوات الآرامية والعربية والعبرية. العبرية تقريبا انقرضت، ما عدا كم واحد يحجون بها. الآرامية أصلا ما يحجون بها إلا بالكنائس القليلة جدا، لغة قسسة وأناجيل. أما اللغة العربية فبقت ثابتة واندمجت بالعراقي، لأن العراقي نفسه راسه يابس شوية ما يقبل يتخلى عن التراث القديم مالته، مو مثل إخواننا المصريين مثلا، قليل من عندهم تشوف قليل الكلمات اللي جتهم من الأسلاف القدامى. من اجوا العرب إلى مصر اختفت اللغات اللي كانوا يتكلمون بها، اللي هي القبطية الأساسية مال الشعب المصري، واللغة الفراعنة اللي كانت لغة الملوك اللي كانوا يجوهم من الخارج ويصيرون آلهة يسوون نفسهم عليهم. المهم أنطيكم هاي اللغة المعلومات وجذورها حتى تتناقلونها إلى أبنائكم وأحفادكم إلى آخره. اليوم عندنا كم مصطلح نتكلم بهم، اللي هي العقرقة أو عقروقة يقولونها، قوبشة ودقمة وقوبية. الكلمات هذه بالأصل قديمة من الكلمات، خاصة العقرقة، من نقول عقرقة أو عقروقة أو عقروق، ونجمعها نقول عقاريق. هي الضفدع والضفدع والضفادع، والكلمة هي من أصول قديمة جدا سريانية، يقولون عقروقة. احنا القاف نقلبها قا بالعراق أكثر شيء مو كلها. يقول الباحث علاء اللامي في كتابه، عنده كتاب الحضور الأكدي والآرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق، الضفدع يسمى بالآرامية عقروقة، ويقول لم أقع عليها ما بين يدي في مصادر عربية. ونوقف عندها. هل الموصل يسموها عقوقة. نجي على الكلمة الثانية القوبشة. القوبشة والقوبشات الجمع مالتها. القوبشة هو بزيم الحزام أو قطعة الحديد مع الدبوس في أول الحزام، أو الدقمة والدقمات أو الدقم بالمصلاوي. ومن الممكن بأن الكلمة عربية أي كبسة، وحور فيها حرف السين إلى ش السوادية. بدل ما يقول كبسة يقول قبجة. ومن لسان العرب كلمة كبسة قبجة، هنا قوبجة احنا نقول عليها. كبس الرجل يكبس كبوسا، وتكبس أي أدخل رأسه في ثوبه، يعني من يدخل شيء في شيء آخر. وهذا الحزام هو أصلا لما ندخل الحزام نلبس شيء بشيء ونشلبه بالمسمار مالته. ويقال على العربي
وقيل تقنع به ثم تغطى بطائفته اللي هي من كبسة. أما القوبية آخر كلمة عندنا اللي هي جماعة يقولون قوبيات، وتعني نسخة أو صورة. هاي الكلمة أجتنا من الإنجليزية، ويمكن بالأصل أصلا هي من الفارسية اللغة الأقدم، راحت إلى أوروبا وأصبحت ضمن اللغات الأوروبية، لأن يعني بالفارسي القديم يقولون كابي أو كابي بمعنى نسخة، فوصلت إلى إيطاليا صارت كوبيا، وبالإنجليزية صارت كوبي وكربون، نسخة كربونية كربون كوبي أو نسخة إضافية، وانتقلت للتركية يقولونها كوبيا بنفس المعنى، ثم رجعت للعراق مرة ثانية، أو يمكن هي من الفارسية القديمة وبقت بالعراق. وتستخدم هذه الكلمة أيضا كمعنى مو معنى يعني مباشر، إنما معنى جانبي، نقول عليه لا تسوي قوبية بالامتحان، يعني لا تغش، تسوي نقل، كأنما تسوي كوبي بيست، طريقة النقل بالرؤية، فيقول له لا تغش يعني لا تسوي قوبية أو تستنسخ من الآخرين. أما قلم القوبية فهو القلم الخاص، كنا نستعمله قبل، ما كان عندنا القلم الجاف، كان عندنا القلم الحبر والسلاية، فكنا نستعمل قلم قوبية، قلم من مادة لونها بنفسجي، كنا نبللها بلساننا ويصير لساننا لونه بنفسجي ونكتب بيها، هذه من تنكتب مثل الحبر ما تنمسح. فكان دائما الأرض حلشي أو العرض حلشي يخلي ورقتين ويخلي بيناتهم الكربون ويكتب بالقلم القوبية لي فوق حتى تطبع تصير كوبي ثانية جواها. والقلم القوبية بالويكيبيديا يقولون قلم كيميائي هو قلم رصاص يحتوي على صبغة دائمة وقابلة للذوبان في الماء الجاف، وتضاف إلى الجرافيت، المادة هذه يضيفونها للجرافيت اللي هو المستخدم في أقلام الرصاص قبل ربط الخليط بالطين، بعدين بالطين يمزجوهم ويصيرون خلطة وتيبس وتصير هي هذه السلاية مال القلم القوبية. آخر كلمة أنا قلت لكم هذيك آخر كلمة، بس هي أكو عندنا الدقمة، الدقمة والدقم والدقمات الجمع مالتهن. الدقمة هي زر أو زرار أو طباقية في الملابس، احنا نقول عليها طباقية بعض مرات، ونسمي الدقمة أيضا هي القابس مال الضوء، الدقمة مال الحائط هاي اللي نشعل بها الضوء، وهي كلمة بالأصل فارسية، دقمة والتكمة، أخذوها الأتراك لما اجونا من الصين وقالوا دقمة بمعنى الزرار، زر، وتقال مجازا كدلالة على الرفاهية والرقي، يقول عمري دقم سراوين، مثل على الحياة الحلوة الراقية والجارفة، مثل البدلة أم سراوين دقم. وأيضا تستعمل كمعنى أحدث كسر صغير أو ثلمة، يقول له دقم ريشة قلم الباندان، يعني ثلمة القلم، أو لدق على القلاص ترى يندقم لئلا ينثلم يعني. ومن لسان العرب باللغة العربية الفصحى يقول دقم الشيء، دكم الشيء ويدكمه دكما، بمعنى كسر بعضه في أثر بعض، وقيل الدكم دوس بعضه على بعض، ودكم الشيء دكما أي جمع بعضه على بعض، ودكم فاه دكما أي دقه كأنما كسره. هذه نهاية الحلقة 19، وأشكركم على متابعتكم، وإذا أعجبكم الفيديو أتمنى ما تنسون الإشارة على كلمة لايك باليوتيوب، وإذا عندكم ملاحظة وتصحيح أنا مستعد. وإلى كلمات قادمة بإذن الله من قاموس الكلمات التراثية العراقية، في أمان الله وحفظه.